اختبار جملة القفز باستخدام جملة الإنقاذ، القفز وعوامة الإنقاذ الريسك تيوب أو البنانة أو الموزة اللي شايفينها دي. واروح على الحالة، أول ما أروح على حالة الغريق قبليها بمترين أو 3 ما التصقش معاه، بشد الحبل بتاع العوامة وارميه أفقي أو برميه للغريق، الغريق بيركب عليه، بحاول ألف في الغريق عشان أقفل الهوك. اغرق. واضح إن هو بيغرق صحيح ولا إيه؟ صب! اديله بقى الطوق، اديله بقى الريسك تيوب. ما تقربش منه، ارمي ارمي، اركب، ما تلفش، هو اللي يلفك، انت اللي تلفه وتيجي قافل الهوك 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 الهوك. في كذا حلقه، سيده تخينه قوي مثلا او رجل بتحاول تفتح المسافه، رجع راسه، ستوب، غلطه، رجع راسه، رجع راسه ورا، تيجي مرجع راسه ورا، بس ريح نفسك انت بقى، سيبه بقى، سيبه بقى، روح عوم بقى وشك كده، سيبك خلاص، هو غصب عنه يعني. يبقى الجمله قدام حضراتكم، ما تعملش حاجه خالص. انت بتنهج بجد ولا ايه؟ يبقى قدام حضراتكم الجمله، قدام حضراتكم اهي، دي جمله الانقاذ باستخدام الريسك تيوب. لازم تبقى سلبي بالشكل ده، واللايف جارد يسحبها بالشكل ده، واول ما يوصل لنهايه المكان المركب او السحابه بيحاول يفك ويطلعها. ما شاء الله الراجل ده تعب معانا النهارده، والراجل ده برده مشكورا ان هو قبل يعمل فيكتور حاله او غريق ضحيه، واللايف جارد تعب معانا، خدناه زي ما بيقولوا ودرنا. فك بقى هنا، فك 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 فك، اقف يا كابتن معاه، فك فك. اول ما بتفك بتحاول توصل ايده على حرف الحمام، خد ايده على حرف الحمام، تسند على ايده، اسند على ايده يا كابتن، اسند على ايده، تسند على ايد الغريق هنا كده وتطلع، اسند على ايده واطلع يا لايف جارد، لايف جارد انت فك دي بقى عشان تعرف تطلع. بسند على ايد الغريق، اسند على ايد، حط ايدك هنا يا كابتن، اطلع بقى، اطلع بره الحمام يا كابتن، حط ايدك هنا اهو بتسند الغريق اهو، اطلع بقى، اطلع يا كابتن، انت ساند ده، اطلع مالكش دعوه بيه، اطلع. وتيجي مواجه الغريق، واجه الغريق، اطلع فوق بقى الاول، اطلع بقى، تواجه الغريق في الحاله دي، وتيجي لافف الغريق، وتيجي لافف الغريق. وصلت المرحله دي، سندت على الغريق اهو، هنا اهو عشان ما يوقعش مني، هنا اهو، طلعت فوق، باجي ماسك الغريق كده ولفت ظهره كده، 1 2 3 فوق اهي، واجي منيمه على الارض بسرعه، وفاتح الرويز راح يمينه، يمينه اهو اهو، هنا ركبه هنا وركبه هنا، وبفتح الرويز وبتحسس واشوف الراجل ده الحاله بتاعته، لقيته تمام ويتنفس، باجي حاطط دي هنا ودي واخد دي كده ومنيم الراجل ده، واحاول اعمل له تدفئه. ده لو الراجل ده بيتنفس، ما بيتنفسش بقى بتعامل السي بي ار. الناس في المكان مش مساعد، ببدا اعمل السي بي ار اللي انت حضرتك بتكون واخدها مع المدرب بتاعك، بتعمل الكشف، تعمل بعديها الانفاس، الضغطات القلبيه، وحسب السن اللي قدامك رضع او طفل او بالغ. شكرا.